السلام عليكم، كيف دايرين؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا مزيانين وعلى احسن حال. مرحبا بكم من جديد في حلقه جديده من بودكاست شيماز فويس. اليوم بغيت نهضر معكم على موضوع قريب لقلوبنا كاملين اللي هو السعاده. واش عمركم حسيتوا ان السعاده بعيده، كانها شي حاجه خاصنا دائما كننتظروها ونربطوها بحلم كبير؟ لكن الحقيقه هي ان السعاده كتكون قدامنا في الحوايج اللي كنعيشوهم يوميا ولكن كنغفلوا عليها. الحلقه ديال اليوم غادي تكون دعوه باش نوقفوا لحظه ونفتحوا عيوننا ونشوفوا السعاده في التفاصيل البسيطه اللي كنعيشوها كل يوم. فخليونا نبداو الرحله مع بعض. خذوا نفس عميق وعلى بركه الله. السعاده ماشي ضروري تكون حاجه خارقه للعاده او مرتبطه دائما بالماديات. السعاده هي لحظه ديال الهدوء، هي ضحكه مع شخص عزيز عليك، هي دقيقه تامل في شي منظر طبيعي. علم النفس كيأكد على أن السعادة ما كتجيش من الحوايج اللي كنتمناهم، بل السعادة كتجي من تقديرنا للحوايج اللي عندنا، لأنه الإنسان ولا معتاد ومولف على النعم لدرجة كنسولو بعضياتنا بعض المرات الجواب اللي كنقولو لراسنا صافا لا باس سلاك ولا روتين وصافي. يعني شي حوايج اللي حنا كنشوفوهم ندخلو في روتين هما راه نعم في الأصل، هما راه شي حوايج ناس اخرين كيفتقروا ليهم، هما نعم خاصنا نحسوا بهم ونفرحوا لوجودهم. اذا كيفاش نزرعوا السعاده في قلوبنا ونحسوا بها ونستشعروا بالنعم ديالنا يوميا؟ هما 3 خطوات: الامتنان، العطاء، والوقت مع راسك. الا جيت نهضر على الامتنان غادي نقول لك حاول كل يوم قبل ما تنعس تفكر 3 الحوايج زوينه دازت في نهار. مثلا شي حاجه بسيطه، نقدر نقول لك كليتي شي حاجه زوينه، تلاقيتي مع شي واحد عزيز عليك بزاف ومده ما شفتيه، اولا جلستي وشربتي واحد كاس القهوه مع الوالد ديالك اولا الوالده ديالك اولا الاخ ديالك، اولا شي مكالمه هاتفيه خلاتك ترجع للماضي وتفكر الايام الزوينه وغيرها من الاحداث اللي هما ساهلين وبساط ولكن ما كنعطيهمش قيمه. ولا جيت نهضر لك على العطاء، فالعطاء هو هذاك الاحساس بالسعاده اللي كتفرح به ناس تانية. شوف الا كنتي غادي في الطريق وتلاقيتي بشي انسان او شي شخص مسكين محتاج للاكل او محتاج لشي مبلغ وقدرتي تعاونوا باللي قسموا لك الله، يعني في هذيك اللحظه كتحس بواحد السعاده سبحان الله. وخصوصا لو كان هذاك الشخص هو طفل صغير فيه الجوع ومشيتي لشي بلاصه وكلتيه او شريتي له شي حاجه، وانت كشخص كإنسان في هذيك اللحظة كتفرح. واخا أنا يمكن ماديا ما عنديش الإمكانية، ولكن واخا هكاك أنا إنسان وكنحس بالإنسان، وكل واحد وظروفه في الحياة. راه تقدر تكون غير كلمة طيبة لشي شخص ما كتعرفوش عندها قيمة كبير، تقدر تكون غير مساعدة صغيرة لواحد المرأة مسنة، سواء هزت تقديها أو لا بغاتك تطلع عليها شي حاجة للدار، شي حاجة بسيطة. العطاء ماشي بضروري عطاء مادي، احيانا العطاء المعنوي اكثر من العطاء المادي. احيانا الابتسامه كافيه 100% على ان تفرح انسان. والخطوه الاخيره هي الوقت مع راسك. خصص 10 دقائق في النهار مع راسك، بلا تليفون بلا صداع، غير مع راسك. تامل، فكر، شوف الوقت، شوف حياتك، شوف الناس اللي دايرين بك، شوف العطايا الالهيه، شوف الصحه ديالك، شوف والديك، شوف خوتك، شوف الناس اللي عزازين عليك في حياتك وقول الحمد لله. واستشعر بهذيك النعمة، استشعر بالنعمة اللي عطاك الله واللي ناس اخرين ما عطاهمش. نعم بسيطة، نعم اللي احنا كنشوفوهم ولاو شي حاجة اللي عادية لانه ولفناهم. حتى الصباح اللي كتفيق فيه وانت بصحتك ما محتاج لا ممرضة ولا طبيب يشوفك ويعطيك بروغرام ديال نهارك. كتفيق وانت اللي كدير بروغرامك، كتشوف راسك في المرايه وكتشوف راسك صحتك مزيانه وكتوجه سوا للمدرسه ديالك، للجامعه، للخدمه. المهم كدير نهارك وبروغرامك بطريقتك. هاد اللحظه ثمينه، هاد اللحظه ناس كتير فقدوها. شحال هادي ركز فيها كل صباح وقول الحمد لله، الحمد لله على النعمه، والحمد لله على الصحه، والحمد لله على الاهل، والحمد لله على هذيك الخدمة اللي انت كتشوفها ما سوياش، والحمد لله على انك كتقدر تاكل وتشرب الماء وتقضي اغراضك الشخصية بوحدك. الحمد لله على نعم كثيرة. هاد النعم اللي احنا كنشوفوهم ولاو عاديين هما مصدر سعادة الناس اخرين، وخاصهم يكونوا حتى هما مصدر السعادة ديالنا، لان هذه هي السعادة الحقيقية.
السعادة الحقيقية اللي كتخليك انت مرتاح نفسيا وعايش حياتك وانت راضي. عمرك جربتي شي نهار تجلس مع شي واحد من العائلة ديالك ويكون شخص مسن، سواء رجل أو امرأة؟ إلا جربتيها شي مرة غادي تكتشف أن هذيك البساطة في هذوك الناس، خصوصا لو كانوا ناس من البادية، هذيك البساطة وهذيك الجلسة معاهم اللي ممكن تدوز في ساعة أو ساعتين كتدوز بواحد السرعة غريبة لأنه بسيطة، وكتحس بواحد السعادة خاصة جدا. سعادة ما مكلفاش، سعادة ماشي مالية، سعادة معنوية. فمن هنا لازم تستنتج أن السعادة ما عندهاش علاقة بالفلوس، بالرحلات الفخمة أو باللباس الفخم أو بغيرها من الأشياء المادية اللي ما عندها حتى قيمة معنوية. السعادة كنشوفوها كل نهار، غير حنا ما تنحسوش بها وما عاطينهاش قيمة. السعادة كتكون في أبسط الحوايج، انت ما محتاج تدير مجهود باش تكون انسان سعيد، انت محتاج غير تشوف الحوايج اللي قدامك باش تحس بالسعادة ديالك اللي كتكون سعادة حقيقية. دابا كيف العادة جات الوقت اللي نعاود لكم فيه قصة واحد الشخص اللي تقدر تعطينا واحد الدرس نتمعنوا فيه ونستعملوه في حياتنا الشخصية. هاد القصة كتهضر على واحد البناي اللي كان قدام مع واحد السيد ووصل لسن تقاعد، ومشى عند هذاك المشغل ديالو وقال ليه انايا بغيت نخرج تقاعد لانني عييت وخدمت معك سنوات طويله، صافي ما بقاش عندي الجهد، دونك انا بغيت ناخذ التقاعد ديالي ونمشي نرتاح في داري. داك المشغل ما رفضش ليه الطلب وقال ليه انا نقبل منك التقاعد، يعني تقدر تمشي لدارك، ولكن عندي اخر طلب وهو تبني لي واحد الدار وبيان سور نعطيك الاجر ديالك. فهذاك البناي وافق وقال ليه ما كاينش مشكل، طالما هذا الطلب الاخير ديالك انا مستعد نبني لك الدار. فهذاك البناي بعد ما وافق بنى الدار، ولكن ما بناهاش باتقان، كان عقله ماشي معاه، ما بدلش مجهود كيف اني موالف، يعني بناها بالزربه. ومن بعد ما كمل هذاك الدار مشى عند المشغل ديالو وقال له انا درت الخدمه اللي طلبتها مني، ها الساروت ساليت الدار الفينيسيون كلشي مقاد. فهذاك المشغل شنو قال له؟ قال له هذيك الدار هي هديه مني ليك، شكرا لك على المجهودات اللي درتيها معايا هاد السنين كلها. فالبناي هنا تصدم وقال لو كنت عارف ان هاد الدار كانت غادي تكون ليا كنت عطيتها وقتها، كنت بنيتها بمثاليه، كنت درت كل الجهد ديالي فيها. فالدرس من هاد القصه الحياه بحال هاد الدار، كل يوم كنبنيو فيه طوبه جديده من خلال اختياراتنا، افعالنا وحتى افكارنا. واذا ما بدلناش جهد يومي واستمتعنا بحياتنا وبلحظاتنا الصغيره غادي نلقاو راسنا في شي حاجه ما كترضيناش، شي حاجه حنا ما متقبلينهاش، شي حاجه ما عجباناش. فاستمتع بكل لحظه وكون فخور بكل حاجه صغيره كتشوفها بين يدك وانت ما عاطيهاش قيمتها، وهي راه نعمه كبيره عطاها لك الله. وكيف كنقولوا بالدارجه العامه ما تهزهاش منين تقالت، اللي الوقت دير اللازم. انت عيش بمبادئ، عيش بقيم، عيش وعرف راسك كيفاش خاصك تعيش. انت مهمتك في الحياه هو تعيشها بما يرضي الله. خدم خدمتك، قوم بصلواتك، خلي علاقتك زوينه مع ربك، ما تنساش البر بالوالدين، احترم الناس واحترم نفسك، وخلي شي الاخر لله. خلي كل لحظه في حياتك عباره على قصه جديده. سعاده ماشي حلم مستحيل، هو موجود في كل نفس كناخذه، في كل لحظه كنعيشوها، لكن الشرط الوحيد هو اننا نفتحوا قلوبنا باش نلاحظوها. الى وصلتوا معايا لهذا الجزء من الفيديو فكنقول لكم شكرا. كنتمنى ان هذا الفيديو تكون خفيفه على قلبكم، تهلاو في راسكم، ونتلاقاو في الحلقه الجايه ان شاء الله. الله يسخر الجميع.